السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من الدروس اللي تقدمها لكم قناة كوربيرس واحد. إن شاء الله في هذا الدرس هذا غنشوفوا الريبارتيتور 4 فيل والريبارتيتور 2 فيل. تاخدوا فكرة على هذا الريبارتيتور هذا. هذا الريبارتيتور تيكون في لي طابلو إلكتريك، ومنين تنحتاج بزاف ديال السلوكة ديال الضو، مثلا نجبدهم من فاز واحد ولا من نوتر ولا هذا، ما كنبقاش نلاصق بالدومينو بالسكوتش ولا مثلا ديجونكتور غادي نجيب تلقى من خرجنا 4 سلوكة ومن هنا 5 ومن هنا 2 ولا 10. لا، كنخرج النوتر ديالي و3 ديال لي فاز من ديجونكتور ديفيرونسييل وتيجيوني للريبارتيتور. تيدخلني نوتر فاز 1 فاز 2 فاز 3. عندك الاختيار تقدر دير نوتر فاز 1 فاز 2 فاز 3. فين كنديرو نوتر فاز 1 فاز 2 فاز 3. كاين السيكسيون ديال الكابل مختلفه، يعني السورتي اللي غتجيني من الديجونكتور مثلا ديال 16 غنجيب ديال الكابل اللي لا سيكسيون ديال 16 لهنا، يعني هو عندي هذا كله نوتر. فوق ما نبغي شي نوتر ناخذ من هنا، فوق ما نبغي نوتر نجي لهنا ناخذ. وكذلك عاوتاني الفاز 1 والفاز 2 والفاز 3. كما كتشاهدوا عندي هنايا واحد لي زولون ديال البلاستيك، ديال البلاستيك باش ما يقيسليش الفاز 1 يطلع يقيس لي الفاز 2. حتى ملي كنكون كنراكوردي بالطورنوفيس ما كتوقعليش لاماس بين الفاز 1 والفاز 2 والفاز 3 والفاز 3 والنوتر ما كيوقعليش كاع لاماس. اذا هذا هو الريبارتيتور، فيه لي بارتي ديال كي يعني سيباري، وكيمنحني فرصه باش ناخذ بزاف ديال لي نوتر وبزاف ديال لي فاز ملتي فيل من نفس الكابل وما يوقعليش ديك الزحام. هذا بالنسبه للتريفازي. المونوفازي خلاص دو فيل فيه فاز ونوتر، نفس البرانسيپ ما كتغير حتى حاجه. غير بالنسبه للارموار ديالي كنجيب من الديجونكتور نوتر 3 د لي فاز نعطيهم للريبارتيتور. من بعد الريبارتيتور تناخذ التريفازي، مثلا الديجونكتور ديالي التريفازي ولا الديجونكتور موتور، وتناخذ فاز ونوتر من هنا الديجونكتور موتور. سمحوا لي الفيزيبل الديجونكتور ديالي ناخذ فاز ونوتر تنديهم من الديجونكتور تنديهم للريبارتيتور دو فيل باش نخدم الشيما د كوموند ديالي. انا باش نخدم الشيما د بويسونس، وهذا مسؤول لي على الشيما ديال الكوموند ديالي. هاد الدرس كان على الريبارتيتور. وكما كتشاهدوا الريبارتيتور كتكون عنده واحد الباب، عفوا سمحوا لي ما قلتهاش من قبل باش ما نقيسوش، يعني عنده الباب ديالو حتى كنحتاجو حنايا عاد تنحملو باش نخدمو. نتمنى الدرس يكون مفيد، ونتلاقاو في درس قادم ان شاء الله. ما تنساوش بارطاج وجيم الفيديو ديالنا وكومونتير ديالكم باش نتواصلوا معكم.